المغاربة صناع السعادة. المغاربة هم من صنعوا الحدث في نهائي أفريقيا بالكوت ديفوار. المغاربة يستحقوا تحية العالم وليس الأفارقة وليس العرب. أول مرة أشوف في حياتي بطولة قارية دولية محلية حتى دورة رمضانية يتعمل فيها اللي اتعمل في النهائي ده. أول مرة أشوف دولة مش مشاركة في المباراة ولا هي طرف في النهائي ولا منظمة ولا دولة منظمة ويترفع علمها ويترفع رايتها في الملعب في الشاشات، واللعيبة اللي هم ما بيحملوش هذه الجنسية، يعني هنقول لا أصوله مغربية ولا هو مغربي ولا أبوه ولا أمه، يرفع الراية وهو بيستلم الكاس وبيتوج بكأس البطولة. ماذا فعل المغاربة بالأفارقة؟ لا بل بالعالم ليحبوهم هذا الحب. ماذا فعل المغاربة؟ الموضوع يا جماعة مش موضوع ماتش ومش موضوع ان المغرب طلع كوت ديفوار الى الدور الثاني، لا والله ما الموضوع كده خالص، الموضوع غير كده وهتشوفوا معايا في هذا الفيديو. ماذا فعل المغاربة الذين ذهبوا الى كوت ديفوار؟ ماذا فعلوا ليجعلوا هؤلاء يحبهم بهذا الشكل؟ مش هم بس بل العالم كله يحترم المغرب ويكن لهم كل احترام وتقدير وحب، ليس من شيء بل بداية من المغاربة تجاه كل البشر في هذا العالم. استنوا هتشوفوا ايه اللي حصل في النهائي وازاي الناس دي اثرت قلوب الافارقة ومن قبل العالم في كأس العالم. المغاربة لما راحوا كوت ديفوار ما راحوش بصفتهم مغاربة بس رايحين يشجعوا منتخبهم الوطني، لا، راحوا بزي الثقافة المغربية، راحوا بعاهل عاتق على عاهلهم، او يعني حطوا على نفسهم مسؤولية ان هم يروجوا ترويج سليم وصح للمملكة المغربية الشريفة اللي فيها تراث، فيها تاريخ، فيها زي، فيها اهازيج، فيها اغاني، فيها كل شيء، فيها المساعدة. أنا أول مرة أشوف ناس يا جماعة راحة تشجع كورة بتساعد الفقراء في هذه الدولة. أول مرة أشوف ناس غيرت حياة ناس هناك. أنت عارف يعني إيه واحد يجي عشان يتفرج على ماتش كورة ولا يشجع منتخبه يغير حياتك؟ ناقصه غسالة جاب له، اللي ناقصها مش عارف إيه جاب لها، مساعدات يعني بشتى الطرق. صراحة الشباب عملوا، نقلوا الزي، نقلوا اللبس، نقلوا التوني. أي حد يبقى ماشي في الشارع لابس التوني المغربي في هذه الدولة كل الناس تتصور معاه وتبوس. دي حالة مش مجرد، دي حالة حب غريبة، مش غريبة على المغاربة ولكن غريبة ان المغرب يعمل كده في افريقي ما فهمش لغته. تخيل ان الافريقي ده بيغني النشيد الوطني، بيغني النشيد الوطني المغربي وحافظه، بيتكلم بالدارجة المغربية في ظرف قد ايه؟ البطولة شهر، الناس دي بقى لها شهرين هناك. ايه ده؟ ايه ده؟ تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. هذه هي المغرب، لذلك نشكر المغرب. تخيل 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 كده لما واحد من الجماهير الإيفوارية يلبس توني ديال كوت ديفوار ديال البلد دياله وكاتب عليه من الظهر الملك محمد السادس. مش قصة شعب مغربي بس، ومش قصة ثقافة بس، ومش قصة زي بس، ومش قصة ماكلة بس، ومش قصة تاريخ بس، ومش قصة قلوب بيضة بس، ومش قصة ناس عندها دم واحترام لدولتها قبل ما تحترم الغير. ناس ما تعرفش يعني ايه عنصرية اصلا. هؤلاء الناس ما يعرفوش يعني ايه عنصرية، وبعد كل ده تيجي تقول لي عشان دازوا في ماتش. لا 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 لا، الموضوع يا جماعة اكبر من كده. الموضوع ان المغاربة اثروا العالم، مش افريقيا ولا اسيا ولا، المغاربة اثروا العالم بحبهم، باحترامهم، بتاريخهم، بكل تفاصيلهم. تحية للمملكة المغربية وتحية للإيفواريين، الناس اللي عرفوا ازاي يردوا الجميل. تخيل اما تكون دولة فايزة بكأس افريقيا وفي شاشات الملعب كامل تحط راية المغرب. اي اعتراف بالجميل اي دولة عملتها، اي دولة عملتها عربية او غير عربية، اي دولة في العالم عملتها، اي لاعب
يرفع راية المغرب وهو بيستلم الكاس لا يحمل الجنسية المغربية ولا عنده أي أصول مغربية ويرفع راية المغرب؟ حصلت فين في العالم؟ حصلت مع أي دولة في العالم؟ تبارك الله ما شاء الله. هذا نتاج الثقافة، نتاج الفكر، نتاج التاريخ، نتاج تربية الملوك. واللي مش عارف يعني ايه تربية الملوك يشوف الفيديو يمكن يفهم كيف تربى الملوك. تحياتي، مليون مبروك للإيفواريين، مليون حب واحترام وتقدير للمغاربة فين مكانه، وتحية خاصة لكل الشباب اللي شرفونا في كوتيفوار ونقلوا صورة حقيقية ملموسة، وأنا كمصري مغربي لمسها هنا بنفسي وأنا أعيش في أرض هذا الوطن، المملكة المغربية الشريفة. الله الوطن الملك. تحياتي.